يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنه اولى جواز. اليوم النهارده بقى في حاجات كده عايزه اعملها وشويه تنظيفات وترتيبات. فتعالوا خدكم معايا بقى في يومي النهارده واقول لكم عملت ايه. اول حاجه كده، اول ما صحيت بصراحه ما كانش ليا نفس افطر خالص، فعملت كده كوبايه كابتشينو حلو عشان كنت صاحيه كده نفسي في كوبايه كابتشينو زي اللي بنشربها في الكافيهات كده، فعملتها وطلعت ولا غلطه وطلع طعمها تحفه. بعد كده بقى كنت عايزه انضف الكاتل كده عشان بقالي اسبوعين ما عملتوش. حطيت فيه خل وشويه ميه وبشغله عادي، بخليه يغلي يعني عادي لحد ما يقف. وطبعا الميه اللي فضلت من الكاتل دي انا مرمتهاش، انا حطيت في الحوض بيكربوناته وحطيت بقى الميه بالخل السخنه دي، سميت الله كده وفضيتها في الحوض عشان تنضف الحوض بالمره. والكتل بقى نضف وبقى فله شمعه منوره الحمد لله. بعد كده بقى كنت لما الستاير من امبارح فطبقتهم كده وحطيتهم في الكنبه لحد ما اجي افرش بقى عشان اعلقهم من اول وجديد. ودخلت على البلكونه بقى، كان منظرها مأساوي الحقيقه مع اني بعملها، بس طبعا عشان انا ساكنه في الدور الاخير فبتتبهدل بسرعه، فكنستها بقى من التراب وسيقت الارض وفرشت السجاده ومسحت كل حاجه فيها ورجعتها زي الفل الحمد لله. بعد كده بقى لبسنا وجهزنا عشان النهارده رايحه عند ماما، فلبسنا ونزلنا بقى. هنا بقى كنا في الطريق لماما، وعايزه اقول لكم ان الجو ابتدى كده يبقى حلو وفي روايح الشتاء كده، وبجد انا مبسوطه قوي بالجو ده. وصلنا بقى عند ماما، وطبعا معروفه اول حاجه بنعملها اول ما بنخش من الباب بنخش على طول على المطبخ. ماما بقى كانت عامله كبده اسكندراني وصدق كده بالفلفل الالوان والبصل وبطاطس شيبسي ومخلل كده بتنجان، وعامله لنا كمان سلطه بقى وسلطه بطاطس بالكركم، وبجد الاكل كان طعمه تحفه. قعدنا معاها شويه بقى ونزلنا على بالليل علشان كنت عايزه اروح فتح الله عشان اشتري شويه حاجات كده كانت ناقصاني في البيت. فروحنا بقى على فتح الله، اشتريت بقى الخضار والحاجه اللي انا كنت عايزاها منه كده. وبعد كده بقى خلصنا وروحنا على البيت. طلعت البيت بقى ابتديت افضي الحاجه اللي انا كنت جايباها، كنت جايبه كمان شويه حاجات كده من السوبر ماركت، وكنت جايبه زبده حطيتها في التلاجة. وبعد كده بقى قلت اعمل شويه ايس كوفي كده ليا انا وعمر، فعملت كوبايتين ايس كوفي كده بعيدا عن اللبن اللي اتكب وبهدل لي الرخامه ونظمتها من اول وجديد. بعد كده بقى عملت طبق فشار حلو كده، وخلصت بقى وروقت المطبخ ورجعت كل حاجه مكانها وشغلت عود بخور. ودخلنا بقى اتفرجنا على مسلسل الكابتن، وبجد المسلسل ده بيضحكني جدا. ويكون كده يومنا خلص، استنوني في فلوج جديد واشوفكم على خير، وباي باي.